كلشي مشدود وكلشي كيتسنى وكل الانظار غادي تكون موجهه للملعب بنك اوف امريكا نهار الاحد. ريال مدريد غادي يدخل الماتش ما فيه لا سماح ولا تساهل، مقابله حارقه ضد باتشوكا المكسيكي في الجوله الثانيه من كاس العالم للانديه 2025. المهمه واضحه، خاص الفوز ولا شيء غير الفوز. ريال جاي من تعادل ماشي في المستوى قدام الهلال السعودي، تعادل خلى الجماهير ديالو تحط اكثر من علامه استفهام على الاداء، خاصه وان المدرب الجديد تشابي الونسو ما قدرش يترك بصمته من اول ماتش، والغياب ديال النجم بابي زاد الطين بله. لكن دابا الوقت ما بقاش كيتسالى، والفرصه باش يتدارك الوضع هي هذا الماتش، والانتصار يعني 4 نقاط وممكن يفتح طريق التاهل. لكن اي تعثر اخر راه الازمه غادي تكبر. ومن جهه اخرى فريق باتشوكا جاي من جراح الهزيمه من ريد بول سالزبورغ، والهزيمه هذه كتخليه يدخل الماتش ضد الريال وكانه اخر امل ليه في البطوله. الخساره مره ثانيه يعني الخروج الرسمي، وزيد على هذا الشيء كاين طابع ثائري كبير، حيث اخر مره تلاقوا فيها الفريقين كانت في النهائي كاس الانتركونتيننتال 2024، والريال طحن باتشوكا بثلاثيه نظيفه. يعني المكسيكيين غادي يدخلوا الماتش بنيه يريد رد الدين والانتقام، وهذا الشيء كيخلي اللقاء مشحون ومثير فوق ما تتصور. الماتش غادي يتلعب نهار الاحد 22 يونيو مع 10 ديال الليل بتوقيت القاهره ومكه، و8 ديال الليل بتوقيت المغرب، والنقل المباشر غادي يكون على منصه دازين، وكاين حتى على قناه ام بي سي مصر مجانا في الوطن العربي. واخا الظروف واخا الضغط، ريال مدريد خاصو يبين علاش هو ملك اوروبا، وباتشوكا خاصو يلعب على البقاء. ما تفلتوش هذه المواجهه، راه فيها كل شيء، التشويق والتحدي والنديه. خليكم معنا واعطيو لايك وبارطاجيو الفيديو، لان اللي جاي نار على نار.